حسب توقعات مديرية الفلاحة بولاية زوسو، فإن إنتاج زيت الزيتون لهذه السنة سيصل إلى 10 ملايين لتر نظرا للإنتاج الوفير، مما يسمح بزيادة 20 مليون لتر مقارنة بالسنة الماضية. العام اللي فات درنا 429 ألف قنطار، خرجت لنا 8 ملايين لتر زيت زيتون. العام هذا اللي بداوها بارتي نوفمبر خير من العام اللي فات، بحيث نقدروا نلحقوا حتى ل 600 ألف قنطار، ليكيفالون تاعها 10 ملايين زيت زيتون. كما أكد ذات المصدر أن الحرائق الأخيرة التي أتلفت أكثر من 90 ألف شجرة زيتون في مساحة تقدر ب1000 هكتار لن تؤثر على الإنتاج نظرا للمساحة الإجمالية التي تقدر ب38 ألف هكتار. هي ماهيش كمية كبيرة، يعني قلت لك 1000 هكتار من 38 ألف هكتار، يعني ان بورسونتاج صغير، مي كي نحرق شجرة في تيزي وزو عندها قيمتها. توقعات استبعدها فلاحي الولاية بسبب الحرائق التي أتلفت العديد من أشجار الزيتون، وكذا نوعية حبات الزيتون التي تبدو صغيرة بسبب الجفاف. أسقوا سقيل الله يبارك الغلا، الله يبارك ودورا يخدم معنا، قهرنا استمس يرنا تلمو حمام مليح الحالي مشطوح الحبيس مشطوح ماض يفوذ القاع مليح أسقوا سقي. مهما كانت كمية الإنتاج، فإن المشكل الذي يعود كل سنة هو صعوبة جمع حبات الزيتون في ظل غياب المسالك والطرق الفلاحية.